ادي الشاي ابو ليمون اللي بتحبه يا عم يسري، زي ما بتحبه كل مره. يا حبيب قلبي، هو انا هقول لك كام مره ان انا ما بشربش شاي؟ بقالي 8 سنين ما شربتش شاي ومش ناوي اشرب. جرى يا عم، انا قلت اجيب حاجه توي علينا الضلمه اللي احنا فيها دي. ضربة ايه يا عم انت؟ ما احنا مولعين شمع وحاجه كلها دفا واخر شاعريه. بس يا ريس، طالما جبنا سيره الشاعريه، عايزك بس تنصحني ازاي اكلم البنت اللي حكيت لك عنها. احس كده، لا نطفي الشمع ونخش ننام احسن. يا يسري بكلمك بجد، مش مديني وش خالص، اعمل ايه؟ طب يا سيدي اسمع، انا هحكي لك حكايه واحد صاحبي كان برضه شبهك، بس كان فالح يعني، ما كانش خايب شبهك. ايوه بقى يا ريس، اشجيني. بص يا سيدي، كان في شاب اسمه حازم، وحازم ده كان معجب ببنت اسمها مي، وحازم بمساعده صحابه قدر ان هو يلاقي طريقه ان هو يتعرف بيها على مي. يا جماعه انا عاوز اكلمها. يا اسطى اهدى يا اسطى، ما هي مش اخر بنت في الدنيا يعني. ماليش دعوه، شوفوا حل يعني، اعملوا حاجه. طيب هتصرف انا. هتعملي ايه؟ هتصرف. هاي عامله ايه؟ هاي عاملة ايه؟ شايفاكي شغاله بقالك كتير كده، ايه الدنيا؟ يعني اهو بحاول اخلص مشروع كده. صحيح انت اسمك ايه؟ اسمي مي، وانتي؟ انا حبيبه. يا حبيبة. طب بقول لك ايه، ما تيجي نتمشى شويه كده، شايفاكي شغاله من الصبح. ماشي يلا، انا فاهم بقالي كتير قوي. يلا بينا. يعني بجد يعني، واللي عمل كده كان حازم اصلا. استني هعرفك عليه. حازم اهو. ماشي. ازيك؟ هاي. انا مي. انا حازم. ازيك يا حازم، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه انت، ايه قسم ايه؟ انا اسمع عمارة. وبس يا زياد، مي وحازم اتحطوا على بدايه الطريق. ايوه بقى يا حازم يا شقي. ضحكة هنا، اد هنا، رياكت هنا. حازم بدأ ان هو يتعامل اكتر مع مي، ومي نفس الكلام بدأت ان هي تتعامل اكتر مع حازم، او في كلمات اخرى بدأت ان هي تتعلق بحازم، وحازم نفس الكلام بدأ يتعلق بيها. المحاضرة اللي كان حازم بيروحها بالعافية وبتاخد ساعتين بقت بتاخد 3 و4 و5، والتنفيذ اللي كان تقيل جدا على قلبه بقى زي العسل، وبقى بيحب جدا ان هو يروح. وعلى اي حال الايام بتعدي. وحازم فضل ماسك نفسه كل ده وما قالهاش حاجه؟ لا طبعا. جه اليوم وعمك حازم لبس الحته اللي على الحبل وشد الورده المتينه وراح يعترف لها. فقام اخد نفس عميق وقال لها: انا بحبك يا مي. قالت له انت زي اخويا؟ حازم انا بحبك. الدنيا ساعتها ما كانتش تسع حازم من الفرحه،
بهجة غير طبيعية ومالية قلبه هو ومي. ودلوقتي العادي بتاع محاضراتهم بقى 6 ساعات سواء حضروها أو ما حضروهاش. ده طبعا غير ان هما ما بقاش بيعدي اليوم من غير ما يحكوا تفاصيل يومهم لبعض. شغل الشغل يا عم حازم. وتلف الأيام ويجي اليوم اللي مي فيه بتسأل حازم سؤال منطقي للغاية. حازم، هو انت هتيجي تقابل بابا امتى؟ طب حازم رد قال لها ايه؟ حازم هداها وقال لها قريب إن شاء الله. ولكن الفكرة إن هو لما قعد مع أصحابه وهنا المهم سأل سؤال أكثر منطقية. هقابل باباها بايه؟ طب سؤال بس، هو والد حازم ما كانش قادر يجوزه؟ أهو أنت كده مش حاطط إيدك على البلف، لأن الفكرة مش في الفلوس، الفكرة في المرحلة. لأن حازم ومي ما كانوش عاملين حسابهم إن موقف زي ده هيجي. حازم ما استقرش في وظيفة وبيعول نفسه بالعافية. المفروض إن هو فجأة من العدم يقدر إن هو يفتح بيت. يعني بالظبط كده تحسهم إن هم كانوا قاعدوا ياكلوا في البطيخة واتفاجئوا بالبذر. يعني المشكلة إن مي كانت عايزة حازم يجي يقابل باباها بدري، أو الجواز بشكل عام يكون بدري؟ بص يا زياد، مفيش جوازة شبه التانية ومفيش قاعدة ثابتة، بس الأكيد اللي كان بيحصل ما بين حازم ومي ده ما اسموش جواز. وبما إن دي علاقة زي ما تقول كده بدون وسيط قايمة على كلمة أنا بحبك وأنا بحبك ومعلش يعني كلمة أنا بحبك مش بتلزم حد بحاجة. ثانية بس، ما الحب هو الوسيط؟ يا زياد يا بابا، الحب مش وسيط. ما اصلا انا ممكن اصحى في يوم اكون بحبك عادي، ولكن امر بموقف صغير يضايقني اكون لا طايقك ولا طايق خلقتك، زي الشاي اللي انت عامله ده بالظبط. تقلب المزاج دي طبيعه بشريه بتحصل لنا كلنا، ولكن الزيجه على سنه الله ورسوله على الاقل بتفرض على الراجل ادوار يلعبها وعلى الست ادوار يلعبها، الاتنين بيكونوا ملزمين بيها قدام بعض. وبيصف الراجل اللي بينتقص من ادواره بالمقصر، والست اللي بتنتقص من ادوارها بالمقصره. في ناس كتير حوالينا مش بتتماشى مع الدين وبيوتها مفتوحة عادي. يا عم الأوساط كتير وأشهرهم الوسيط الاجتماعي، زي مثلا إن الزوج يروح يشكو الزوجة لأهلها فيعقلوها أو العكس،
ولكن في حالة حازم ومي هنا فعليا مفيش وسيط، مفيش بنية تحتية أساسا للعلاقة، مفيش حد ملزم بحاجة تجاه التاني. فلما اللي هما بيعملوه دوت ينتهي بكسر قلوبهم، فما يلوموش حد غير نفسهم لما يلاقوا مشاعر يمكن قعدوا يبنوا فيها شهور أو حتى سنين بتتهوى في لحظات. انا فعلا تعبت بجد يا دكتور. بص الحكايه بدات لما جه الولد اللي اسمه حازم ده واتعرف عليا. هو ولد محترم جدا، لكن بعد ما قضينا فترة مع بعض ما قدرتش امسك نفسي واعترفت لها. اعترفت لها اني بحبها، وانا فعلا كنت بحبها بجد، ووعدتها اني هصونها وحافظ عليها، ما كنتش بلعب بيها. لا قولي هكمل. اوعدك يا مي مش هسيبك، مش هجرحك، وهحارب الدنيا كلها عشان. لما قلت له هتيجي تقابل بابا امتى، كل حاجه باظت. حازم انا بجد حبيتها وعملت كل حاجه اقدر عليها، لكن انا لسه قدامي كتير، شغل وكليه وجيش، وانا مش هقدر اسيبها، مش هقدر اسيبها. احنا حتى يومنا ما بيتقالش من غير ما نتكلم. طب انا برضو ما فهمتش يا يسري، طالما حازم طلع مش ناجح في العلاقه دي وما طلعش فالح زي ما انت قلت لي، بتحكي لي قصته ليه؟ لأن دي كلها ما كانتش قصة حازم. طب بقول لك بقى اللي عمل الموقف ده مين؟ حازم. شاور عليك يلا. لا انا مش قد وجع القلب ده دلوقتي. لا يا ابني طب مهم يعني زي ما بقول لك، فبجد انا مش مصدقه اللي حصل. حازم كان أنضج من كده وعرف الدنيا هتروح بيه لفين، فنجا بنفسه وبمشاعره. تصدق دي فعلا احسن نهايه القصه ممكن تنتهي بيها. أنا فعلا بتمنى إن تكون اتعلمت منها حاجة. عيب عليك يا ريس، من يوم ورايح هقطع علاقتي باي حد اسمه مي، وحازم برضه من باب الاحتياط.